عزيزاتي المستمعات، أعزائي المستمعين، مرحبا بكم اليوم في نهار جديد وحلقة جديدة من البودكاست ديالنا كلام يفيدك. اليوم غادي نهضروا على موضوع حساس بزاف ولكن مهم، وهو كيفاش المرأة ملي كتحافظ على الأنوثة والدور ديالها الطبيعي كتخلي الرجل يبقى في مكانته كرجل مسؤول وقائد للأسرة، والعكس صحيح. هاد الحلقة ماشي باش نقللوا من المرأة، بالعكس، الأنوثة الحقيقية قوة، والمرأة الذكية هي اللي كتعرف كيفاش تستعمل هاد القوة باش تبني علاقة فيها راحة، حب واحترام واستقرار. بزاف ديال العلاقات اليوم ولات فيها مشاكل وصراع، كل واحد باغي يربح وكل واحد باغي يسيطر وكل واحد كيحسب الآخر بالحساب، حتى ولات العلاقة بحال شركة، ماشي حب وسكينة ومودة ورحمة. الرجل بطبيعته كيبغي يحس براسو مطلوب، محتاج ليه، عنده قيمة، والمرأة بطبيعتها كتحتاج الأمان، الاحتواء والاهتمام. ولكن ملي كتولي المرأة كتدخل في صراع على القيادة وكتبغي دير كل شيء بوحدها وكتتعامل مع الرجل بندية زايدة، هنا كيبدا الرجل يفقد الإحساس بالقوامة والمسؤولية. القوامة ماشي تسلط، القوامة مسؤولية وفطرة طبيعية في الرجل. يعني الرجل يحمي، يصرف، يحتوي ويقود الأسرة بحكمة. ولكن باش هذا الدور يبقى حاضر، حتى المرأة خاصها تخلي مساحة للرجل يكون فيها رجل. كاين فرق كبير ما بين المرأة القوية والمرأة اللي كتعيش بطاقة ذكورية طول الوقت. المرأة القوية ممكن تكون حنونة، هادئة، أنثوية، وفي نفس الوقت عندها شخصية. أما المرأة اللي داخلة في دور المنافسة الدائمة غالبا كتلقى نفسها مرهقة، والرجل اللي معاها كيبدا ينسحب تدريجيا. مثلا ملي المرأة كتبدا تقول أنا ندير كل شيء، أنا منحتاج حتى واحد، أنا وانا وانا، الراجل مع الوقت كيولي فعلا كيخليها تدير كل شيء. علاش؟ حيت الرسالة اللي وصلاته هي أنها ما محتاجاش، ومن بعد كتلقى راسها كتقول علاش تبدل، علاش ما بقاش يهتم، علاش ولا يحاسبني على كل حاجة. حيت العلاقة فقدات التوازن الطبيعي ديالها. الأنوثة ماشي ضعف، الأنوثة ذكاء في التعامل، طريقة الكلام الهادئة، التقدير، اللطف، الاحتواء، هادو كاملين كيخليو الراجل متعلق بمراته نفسيا وعاطفيا. الراجل ملي كيحس بالاحترام غالبا كيزيد يعطي، والمرأة ملي كتحس بالأمان كتسهر أكثر. ولكن خاصنا نفهموا حاجة مهمة، الحفاظ على الأنوثة ما يعنيش المرأة تسكت على الظلم أو الإهانة أو التقليل من القيمة ديالها. العلاقة الصحية خاص تكون فيها كرامة للطرفين. الفكرة هنا هي التوازن، ماشي صراع على شكون الأقوى. حيث في العلاقات ملي كيوليو بجوج كيتنافسوا على القيادة، الحب كيبدا يختفي. المرأة الذكية ما كتدخلش في حرب طاقة مع الرجل، كتعرف كيفاش تخليه يحس بالرجولة ديالو، وفي نفس الوقت هي كتبقى ملكة في أنوثتها وكرامتها. وفي نهاية الحلقة، إلا بغيتي الراجل يتحمل المسؤولية خاص تخليه يحس أن عنده دور وقيمة في حياتك. وإلا بغات المرأة تزهر وتعيش بأنوثة وراحة، خاص الراجل حتى هو يحتويها ويحترمها. العلاقة الناجحة ماشي أنا ضدك، العلاقة الناجحة هي أنا وياك ضد مشاكل الحياة. عزيزاتي المستمعات، أعزائي المستمعين، إذا عجبتكم الحلقة ما تنسوش ديروا متابعة ومشاركة البودكاست، ونتلاقاو في حلقة جديدة، موضوع جديد إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.